ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده فيديو مهم جدا جدا لاي حد في الدنيا لسه بادئ سكين كير وبيقول صفر واحد اتنين انا هبدا سكين كير. انا النهارده هعرفك ازاي تعرفي نوع بشرتك سواء هي دهنيه او جافه او عاديه او مختلطه في الفيديو ده، فمش عايز اطول عليكي. اوكي، اول حاجه خالص هجيب نوع صابونه تنفع للبشره، مش شرط نفس نوع بشرتي لان انا اصلا ما اعرفش بشرتي نوعها ايه، بس اهم حاجه ان هي تكون صابونه للبشره يعني مخصصه للبشره مش للجسم. واغسل بيها وشي. بعد كده بعد ساعه اراقب وشي او اتابع وشي اشوف وصل لايه. يبقى غسلت وشي نشفت وشي كويس وبعد ساعة بدأت أبص على وشي أشوف وصل لإيه. ما نحطش أي مرطب خالص خالص خالص. احنا غسلنا بشرتنا من هنا، سيبناها تنشف من هنا، راقبناها بعد ساعة من غير ما نبقى حاطين أي حاجة عليها لا مرطب ولا. جيت بعد الساعة ببص على وشي لقيت المنطقة دي عندي مليانة دهون والمنطقة دي عندي مليانة دهون، يبقى أنا وشي كده مختلط، يبقى أنا بشرتي بشرة مختلطة. طيب لو لقيت وشي كله سمنة بلدي، وشي كده واو ايه السمنة دي، ممكن تجيبي حاجة تحمريها على وشك من كتر الدهنانة اللي فيه، يبقى انت كده يا ست الكل بشرتك دهنية. لو المنطقة دي بشرة مختلطة، لو وشك كله دي بشرة دهنية. طيب لو لقيت وشي ناشف جدا، وشي ناشف ناشف ما فيهوش اي حاجه خالص، ما فيهوش اي ترطيب، ما فيهوش اي حاجه، يبقى طبعا وبكل ذكاء وبكل اهميه ان انا كده بشرتي بشره جافه. وشي بقى ناشف خلاص، ناشف كده وما فيهوش اي رطوبه وما فيهوش اي حاجه خالص، يبقى انا كده بشرتي بشره جافه. طيب اخر نوع بشره وهو البشره العاديه، مش هتحسي باي افكت في بشرتك خالص، لا دهننت ولا ملمسها استغرب ولا اخشنت ولا حصل لها اي حاجه خالص، بشره عاديه ما فيش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي اكشن حصل، يبقى انت كده بشرتك عاديه. ترتيب كده كده دي بشره مختلطه، وشك كله دي بشره دهنيه دهنيه جامده جدا. لو ما نشفتش وما عملتش حاجه يبقى بشره عاديه، ولو نشفت خالص تبقى دي بشره